هنعمل النهاردة عصير البنجر والموز بالمكسرات عشان نساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعرف مع بعض معلومة سريعة عن فوائد البنجر أو الشمندر في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. يعتبر البنجر أو الشمندر مليان بالنترات اللي بتساعد على توسيع الأوعية الدموية الموجودة في المخ وبيسهل حركة الدم للمخ، وبكده البنجر بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويعتبر البنجر بيحفز نشاط المخ عشان البنجر فيه نسبة كبيرة من حمض الفوليك، وبكده البنجر بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وبيمنع الإصابة بالزهايمر. وكمان من فوائد البنجر انه مليان بالحديد المهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام، وبيساعد في الوقاية من الأنيميا وفقر الدم. ويعتبر في البنجر فيتامين سي المهم في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض. وبكده يبقى احنا عرفنا فوائد البنجر أو الشمندر، وأهمها ان البنجر بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وهنستعمل في عصير البنجر الموز، عشان الموز من الفاكهة اللي بتحسن عمل المخ وبتساعد في تحسين عمل القلب وتقوية المناعة. وبكده الموز بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وهنستعمل في عصير البنجر والموز مكسرات حب العزيز، عشان مكسرات حب العزيز مليانة بالفيتامينات والمعادن، وعشان كده حب العزيز بينشط المخ وبيقوي عمل الغدة الصنوبرية اللي موجودة في المخ، ودي مسؤولة عن الذاكرة. وبكده يبقى حب العزيز من المكسرات اللي بتساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويلا نعمل عصير البنجر والموز والمكسرات مع بعض. هنجيب واحدة من البنجر وننقعها ربع ساعة في المية عشان الطين والتراب اللي عليها ينزل في المية، وبعد كده نحطها في الكسرولة ونضيف عليها كوباية مية بسم الله، ونحط البنجر على النار يتسلق تلت ساعة. ولما نحط السكينة جوه البنجر كده نعرف ان البنجر اتسلق. وده شكل البنجر لما اتسلق، هنسيبه يبرد شوية وارجع لكم تاني. وده شكل البنجر لما برد. هنقشر البنجر ونشيل القشرة اللي بره البنجر، وبعد كده نقطع البنجر قطع صغيرة ونضيف البنجر في الخلاط بسم الله، ونزود على البنجر صباع موز، ونضيف عليه معلقة مكسرات حب العزيز، او ممكن نضيف اي نوع من المكسرات الموجودة عندنا، ونزود كوباية مية بسم الله. وبعد كده نزود على عصير البنجر معلقة عسل ابيض، ونشغل الخلاط. وبكده عصير البنجر والموز بالمكسرات بقى جاهز نشربه. وقولولي رأيكم في العصير تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض طريقة عمل عصير البنجر والموز بالمكسرات عشان نساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله.